مساء الخير عليكم واهلا بكم من جديد مع حلقات انا وانت والملاكي. في الحلقتين تلاتة اللي فاتوا اتكلمنا وقلنا اللي مش عايز يشتري عربية ما يستعجلش وممكن يستنى لاخر تلاتة، وفعلا التوكيلات بدأت تنزل في الاسعار. طلعت اشاعات كتير والناس قعدت تنشر بوستات وتقول ده بعد العيد هيبقى فيه مدعكة وارتفاع في الاسعار، وفي ناس تانية قالت لا 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 مش هيحصل، بعد العيد هيبقى فيه نزول تاني. والعيد عدى كل سنة وانتم طيبين، وزي ما احنا شايفين ومتوقعين وزي ما توقعنا ان الاسعار برضو التوكيلات بدأت تنزل في الاسعار، لان اصلا من قبل العيد اللي هو كان مفروض يبقى فيه حركة، واللي عايز يشتري عربية عشان يعيد فيها ما كانش فيه لا بيع ولا شراء، وكان فيه حركة ركود تامة. فهل بعد العيد وللناس اللي قضت اجازتها ورجعت هل هيبقى فيه اصلا حركة للسوق؟ انا ما اعتقدش ان يبقى فيه حركة تاني دلوقتي، لان كله مترقب وكله مستني الاسعار تنزل. وتلاقي في نفس الوقت في الجانب الاخر تلاقي ناس بتطلع اشاعات يقول لك الاسعار هترفع تاني وهترجع احسن من الاول. ولقينا بوست متشير بيقول لك ان الاسعار اصلا بعد ما نزلت 30% زادت 25% بعد رفع الدولار الجمركي. طبعا الكلام ده مفيش صحة او مفيش دلائل على الكلام دوت. اكبر دليل اللي احنا عارفينه واللي احنا معتمدين عليه ان السوق عماله ينزل، ان التوكيلات لحد النهارده عماله تنزل في الاسعار. في ناس بتقول لك ان الاسعار ديت كانت في الاوفر برايس وليس في الثمن العربيه الحقيقي. الاسعار في الاوفر برايس ده كان قبل التعويم، لان الناس كانت خايفه، بدات تلعب في لعبه اللي هي تنزل في الاوفر برايس، اللي هي ايه، تحاول تشيل لك 100,000 او 200,000 من الاوفر برايس، وفي نفس الوقت كانت اسعار التوكيلات ثابته. لكن دلوقتي اللي احنا شايفينه السعر الرسمي نفسه هو اللي بينزل مش في الاوفر برايس، فاصبح ان الاسعار فعلا في النازل، والناس كلها اعتقد ان هي شايفه وكله لامس الحركه ديت، وكله مستنظر اللي هيبقى فيه نزول تاني اكتر ان شاء الله. فخلينا متفقين مع بعض ان الناس بتقنع فينا وتقول لك ان الاسعار رافعه تاني. برضو هرجع واقول محدش فاهم حاجه اولا، بس اللي احنا شايفينه واللي احنا حاسينه ان في حاله ركود تامه، مفيش لا بيع ولا شراء. فغصب عن التوكيلات بتبدا تنزل في الاسعار لان عندها مخزون كتير وعايزه تطلع اللي عندها، وفي نفس الوقت انت داخل على سنه جديده برضو بيبداوا يستوردوا الجديد من اول شهر 6 و7 واحنا النهارده في شهر 4. فاحنا ممكن نتفق مع بعض ان زي ما استنينا لاخر 3 وفعلا بدأ يحصل فيه نزول، ممكن نضغط على نفسنا ونكمل لحد شهر 4. اولا احنا لحد دلوقتي في فترة امتحانات، وفي فترة خلاص انتظام الشغل بعد العيد، فما فيش حد محتاج العربية ضروري دلوقتي، اللي هو لا في سفريات ولا في اجازات ولا في اي حاجة. فغصب عننا احنا مش هنستخدم العربية، غير طبعا الموظف اللي هو بيروح بعربيته. فكده كده هيبقى في ركود اكتر من اللي في الاول. فاحنا ممكن نضغط على نفسنا ونستنى لحد اخر 4 وفي نص 5 كمان، لان انت داخل على موسم الامتحانات، فمفيش حد برضو محتاج عربية. والحركة ديت مش هنعمل بقى زي وخليها تصدي، لان في الاخر صدت وجت على قفانا احنا، بس الحمد لله ربنا يستر وبدأت تريح تاني. احنا بس هنضغط على نفسنا ونخليها لاخر 4 او نص 5. الركود اللي موجود في السوق ممكن نضعفه شوية، يعني اللي مش مستعجل عربية يستنى لحد نص 5. وإن شاء الله أتوقع بالحالة اللي احنا فيها ديت التوكيلات غصب عنها هتنزل، بدل ما بتنزل 100 وال150 هتنزل أكتر، علشان تبدأ تجذب الناس إن هي تشتري عربياتها، وهتبدأ تنزل عروض في آخر 4 علشان خاطر المخزون اللي عندها عايزة تطلعه وتخلص اللي عندها. زي ما شفنا امبارح طلعت رئيس شعبة السيارات قال لك ان متوقع فيه تريح في الاسعار تاني، وده اللي لازم يحصل، لان فعلا ما فيش سوق خالص. نزلت الناس اللي نزلت السوق قبل العيد علشان تبيع عربيتها مثلا محتاجة فلوس، او عشان تشتري عربية عشان تقضي بيها اجازة العيد،
اعتقد ان كله شاف ان في ركود تام ومفيش لا بيع ولا شراء، والفترة دي برضو مش هيبقى فيها لا بيع ولا شراء، وكله مترقب وكله خايف يشتري ان الاسعار تنزل. وفي نفس الوقت اللي معاه عربية كان شاريها بالسعر الغالي وعايز يبيعها هو اللي بيروج ان يقول لك ان اسعارها تنزل، اسعارها تزيد تاني، عشان طبعا خايف انه يبيع العربية، او يعني صعبان عليه انه كسب كتير، صعبان عليه المرة دي يخسر شوية في العربية اللي جابها. فهنستحمل مع بعض ونخلينا اخر 4 ونص 5 نكمل مع بعض ان شاء الله. متوقع الاسعار تنزل تاني. وعلشان ما اطولش عليكم اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يجيلك اشعارات بالحلقات الجديده. ولو لقيت ان الحلقه مفيده اعمل لها شير عشان الكل يستفيد. والقاكم على خير ان شاء الله.